قناة الاعتصام بالسنة نجاة تقدم لكم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مر بالسوق وهو يتفقد الناس وأحوالهم وينظر إلى أعمالهم ليؤدب من يحتاج إلى تأديب وليزجر من يحتاج إلى زجر. فمر بالسوق ينظر فرأى صرة من طعام أي من حبوب فأدخل يده فيها فإذا بها بلل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله أصابته السماء يعني المطر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فهل جعلته ظاهرا ليراه الناس؟ من غش فليس منا. استفيد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر هذا الرجل، وأيضا قبل ذلك متابعة هذه الأمور التي فيها الغش للمسلمين سواء كانت تضر في أبدانهم أو في أخلاقهم أو في عقولهم. فكم من البضائع التي تدخل فيها أضرار، وكم من الأدوية المهربة، وكم من هذا الأمر حدث ولا حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثال خاصة لولاة الأمور أنهم ينصحون للناس في هذا الباب بأمر معايشهم ومعاكلهم ومشاربهم. فقال له: هل جعلته ظاهرا ليراه الناس؟ يعني من أراد أخذ ومن أراد لا يأخذ. من غش فليس منا، يعني ليس على طريقتنا وليس على سنتنا من كان هذا حاله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى بهذه الصفة، بل كان يعلم الصحابة من أول وهلة، بل ويبايعهم على ذلك: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا وعلى إقام الصلاة والنصح لكل مسلم. يبايعهم على النصح وعدم الغش من أول وهلة، لا تغش أحد، انصح، سواء كان هذا الأمر في النصح في مسألة الدين من عقائد وعبادات ومعاملات، أو في بيع وشراء ومآكل ومشارب ومناكع وغير ذلك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون هذا الأمر بجد ويبتعدون عن كل شيء فيه غش. جرير بن عبد الله رضي الله عنه راوي هذا الحديث كان إذا باع شيئا يصيح في الناس يقول لهم: هذا الشيء فيه كذا وكذا 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 من العيوب بين الناس، حتى أن بعض الناس قالوا له: يا جرير إنك إن بقيت على هذا ما سيشترى منك شيئا. فقال: لا علي، فإني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على هذا الحال. وهذا الرجل رضي الله عنه الذي حصل منه هذا الأمر زجره النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاول أن يغش في الطعام. ثم ماذا إذا كان هذا الأمر في مسألة طعام لقمة عيش يحصل فيها نوع من الغش؟ معنى ذلك أن هذا الحب يكون فيه شيء من الفساد وربما لا يضر بذاك الضرر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا يزجر هذا الرجل.